تسألني تقول لي إيه أكتر نوع فيلم مش بتحبه، هتلاقيني على طول باقول لك الفيلم اللي بيُقع تحت سطوة توقعاته، الفيلم اللي بيبقى عنده كل الأسباب اللي تخلّيه فيلم ناجح، بس الغرور والثقة الزايدة تدفع بصُناعه إنهم يروحوا بيه لمكان تاني أكبر بمكانه، ويحمّلوا نفسهم أعباء مش بتاعتهم، والأسوأ هو الاعتماد المباشر على عاطفة الجمهور اللي هي شيء نسبي جدًا وغير قابل للتوقُّع كإنها شيء كافي ومُسلّم به علشان نداري وراها أخطائنا. بصراحة أي فيلم باحس إنه بيلعب على عاطفتي بشكل مباشر وعلى مقدار ارتباطي بأي عنصر من عناصره بدون ما يقدم أي شيء فعلي أو ملموس باشوفه فيلم رخيص، ما بالك بقى لما عمل أنت كنت منتظره، عمل أنت بتطبل له بقالك كتير أوي، تجتمع فيه على غير المتوقع كل العناصر دي مرة واحدة، فالنتيجة هي قدر ضخم من الإحباط والدهشة من الانحدار المفاجئ والغريب اللي أصاب العمل ده. ده هو ملخص انطباعي عن ما يعد الفيلم الختامي لواحدة من أقرب السلاسل لقلبي Mission Impossible Final Reckoning. دراما كتير مش كده؟ لأ، أنت لسه ما شُفتش حاجة، استعد للدراما اللي بجد في اللي جاي، أنا لسه ما قُلتش أي حاجة، بس كالعادة بالأول خلّيني أرحّب بيك، أنا محمود ويالّا نبدأ فيديو النهارده. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Final Reckoning هو الجزء الثامن والمفروض الأخير من سلسلة أفلام Mission Impossible، يعتبر مكمل مباشر لأحداث الجزء السابع اللي نزل سنة 2023 طبعًا من إخراج الوجه اللي أصبح مألوف على مدار السلسلة كريستوفر ماكوري، من بطولة توم كروز، سايمون بيج، هايلي أتويل وفين كريمز. أحداثه بتبدأ بعد فترة قصيرة من نهاية الجزء اللي فات، دلوقتي إيثان هانت هربان بالمفتاح اللي هيقدر يوصل بيه للغواصة الضايعة الموجود فيها مصدر الكيان أو منظومة الذكاء الصناعي المتطورة جدًا اللي بتهدف للسيطرة على العالم. إيثان بيخطط مع فريقه الخاص لوثر وبنجي علشان يلاقوا الغواصة دي ويقضوا على الكيان تمامًا، إيمانًا منهم إنه ما فيش حد في العالم ممكن إنه يؤتمن للمشاركة معاهم في المهمة دي، خوفًا من إنه يهدف للتحكم في الكيان بدل من تدميره. أحداثنا بتبدأ لما منظومة الذكاء الصناعي دي بتتطور فجأة وبتستولي على معظم قواعد الصواريخ النووية الموجودة في دول العالم ما عدا 4 دول بس، بيبقوا هم العائق قدام القرار بالإطلاق ونهاية الحياة. أمريكا والصين وروسيا وبريطانيا، 4 دول ب4 أيام، هم الأمل الوحيد علشان إيثان يوصل للمصدر ويدمره قبل دمار البشرية. وبتتعقد الأمور لما بيكتشف إن الوسيلة الوحيدة لتدمير المصدر ده مش بس في المفتاح اللي معاه، وإنما كمان في جهاز خاص موجود في حوزة جابرييل عدو اللدود، واللي هو كمان بيظهر إنه عنده أطماعه الخاصة. I need you to trust me. One last time. بصوا، مش عايز مقدمة الفيديو تدي انطباع اني ناقم على الفيلم او تقول انه ما يستاهلش المشاهدة. هو فيلم محبط واقل بكتير من المستوى ولا يرتقي لانه يكون ختامية لسلسلة عظيمة زي ميشن امبوسيبل، بس ده مش معناه انه فيلم سيء. هو فيلم سيء مقارنة بافلام السلسلة اللي عودتنا على مستوى معين، لكن مقارنة بافلام الاكشن عموما اللي شئنا ام ابينا هو موجود معاهم في نفس الجنرا، هو لسه بيقدم جرعة مش قليلة من المتعة والاثارة المتقنة جدا على مستوى التنفيذ. الفيلم فيه تسلسلين طوال من اجمل ما شفته عموما، مش بس على مستوى السلسلة، اقصد طبعا مشهد الغواصه وتسلسل الطياره الموجود في نهايه الفيلم. فلو بتسال تدخلوا سينما او لا، طبعا ادخلوا سينما، يستاهل جدا. انه لو مش هتخش فيلم لتوم كروز في السينما يبقى هتدخل فيلم لمين؟ زائد في كام سلسله ممكن تعديها لي دلوقتي ووصلت للجزء الثامن وعرفت تحافظ على المستوى اللي حافظت عليه افلام ميشن امبوسيبل. وعموما ده السياق اللي هبني عليه كلامي في باقي الفيديو، اني هحكم على الفيلم ده بناء على المستوى اللي السلسله عودتنا عليه، خصوصا في الاجزاء الثلاثه الاخيره بحكم انهم بنفس فريق العمل وتحت قياده نفس المخرج كريستوفر ماكوري، المخرج اللي دايما بصفه انه السبب الرئيسي في وجود السلسله دي بالشكل اللي نعرفها عليه النهارده، واكتر حد عرف ينقلها من كونها افلام اكشن مش مرتبطه ببعض لعالم متوازن ومنظم. دايما بحب اصف ماكوري بانه الوحيد اللي عرف يلاقي الخلطه المناسبه للموازنه بين الاخلاص لطابع السلسله العام وبين خلق هويه وخطه منظمه وواضحه يتحرك عليها بحيث يكون روح مختلفه تميز ميشن امبوسيبل عن باقي افلام الاكشن والجاسوسيه. خلطه مكونه من اكشن كتير مبهر ولا متناهي، واثاره مش بتنتهي الا مع نهايه الفيلم، ومعضلات قويه بتساهم في تشكيل شخصياتنا مع شويه رومانسيه وكوميديا خفيفه كده بتحافظ على سلاسه الاحداث. وزي ما هو برضو اللي قدم كل الانجازات دي، بيبقى هو السبب الرئيسي في الاحباط اللي سببه الفيلم ده بسبب قرارات مش بس مش في محلها،
وانها ملهاش لازمه وبتخل بالتوازن اللي كان هو اهم سمه في اسلوبه. ماكوري بيقرر انه مش بس عايز الفيلم ده يبقى ختاميه للسلسله، وانما كمان ربط لكل الاجزاء ببعضها. احنا بنقضي ساعه كامله من الفيلم كل اللي بنعمله انه بنستدعي احداث من الاجزاء اللي فاتت بفلاش باكس متكرره علشان نعمل تسلسل زمني ونقول ان الخطر اللي بيهدد العالم في الفيلم ده هو شيء بيتمهد له من الفيلم الاول، وده مش حقيقي خالص. حرفيا كل اللي عمله ماكوري في اول ساعه من الفيلم انه لوى دراع كل جزء سابق اتقدم في السلسله وتحايل عليه علشان يخلق التسلسل الزمني ده، والتحايل ده طبيعي ينتج عنه اسئله ولازم يخلق لها اجابات، والاجابات دي بكل تاكيد مستحيل تكون منطقيه او حتى توصل لدرجه التصديق. ومش بس هنا المشكله، لا كمان الاجابات دي بينتج عنها ثغرات تانية برضه بيفضل يحاول يملاها باجابات تانية بينتج عنها ثغرات تانية وهكذا. نص الفيلم الاول كله تقريبا احنا بنتحرك في الدوامه دي. طيب تسالني هل ده افاد الفيلم بحاجه؟ اقول لك لا اطلاقا. مع نهايه النص الاول لما بتبدا تخش في احداث المهمه الفعليه بتكتشف ان المعلومات دي ولا ليها اي لازمه، هي بس موجوده علشان تملى وقت وخلاص وتضر بايقاع الفيلم. انا فاهم انه مش المفروض نحاكم فيلم اكشن بناء على منطقيه احداثه، وان المنطق عموما مش شيء من ضمن نسيج ميشن امبوسيبل، بس انا مش هجادل في نقطه ان الفيلم هو اللي فرض على نفسه انه نحاكمه بالشكل ده قدام سيل التبريرات اللي غرق نفسه فيها. وانما فاجئك انه نص الفيلم الاول اللي عباره عن ساعه ونص كامله ما فيهوش مشهد اكشن واحد يوحد ربنا. حتى مشهد البدايه اللي في العاده في الاجزاء السابقه بيبقى عباره عن تسلسل اكشن طويل بيسيبك على طرف الكرسي بتاعك من كتر الاثاره والتوتر، هنا باهت ومتكروت. ايوه انا مش ببالغ خالص، اول ساعه ونص في الفيلم عباره عن فلاش باكس متكرره وحوارات اقل ما يقال عنها انها مضحكه، بس ضررها مش بس بيقف هنا وانما كمان بيمتد عشان يبوظ اللي حاول نص الفيلم التاني انه يصلحه. What exactly is your plan? لما شفت الفيلم الاول اللي هو ديد ريكونينج اعجبت جدا بالطريقه اللي اتقدم بيها جانب الشر، قصدي طبعا على الكيان مش على جابرييل، والطريقه اللي بتطور بيها في الخلفيه وبيثبت نفسه كتهديد قوي بدون ما يبقى له وجود فعلي في الصوره. والتركيز اكتر كان على المعضلات اللي بتتقدم من خلال التعقيد ده المتمثله في نهم الدول والمنظمات لمحاوله السيطره على خطر الكيان بدلا من القضاء عليه، متجاهلين الخطر الغامض اللي ممكن ينتج عن محاوله فعل حاجه زي دي. ده السبب في ان بطلنا فقد الثقه في كل الجهات اللي حواليه وفضل انه يتحرك لوحده خوفا من ان المساعده اللي هيتلقاها من اي جهه او من اي منظمه ممكن يكون ثمنها هو التحايل علشان يسيطروا على الخطر ويستغلوه لمصلحتهم بدل ما يدمروه. المتوقع بقى في الجزء ده كان التمهيد لكشف الغموض عن هويه الكيان ده واستكشاف جوانب خطورته اكتر زي ما كان بيحصل مع اي شرير في اي جزء سابق من اجزاء السلسله اللي فاتت، وطبعا ده ما حصلش. ليه؟ عشان كنا مهتمين بربط اجزاء السلسله ببعض. ليه؟ عشان المخرج عايز كده، وبالتالي خطر جانب الشر ما ظهرش غير في مشهد واحد تقريبا في اول الفيلم وتراجع تماما، ومع وصولنا للنص الثاني اتضح انه خلاص مفيش وقت عشان نهتم بيه، وما بقاش فاضل غير انه احنا نبروز بقى الاثر الوحيد اللي فاضل منه اللي هو جابرييل، الشرير الكرتوني المضحك ذو الوجه المستفز اللي بيهدف للسيطره على العالم بدون اي سبب. بس صحيح قرر ان واقعنا مش عاجبه وعايز يخلق واقع خاص بيه، وبننطلق بقى في رحله المهمه المستحيله المعهوده في النص الثاني على اثر القضاء على الشرير ده وملاحقته. بس عارفين بقى ايه اللي بيميز نص الفيلم الثاني عن الاول؟ انه كان عنده مكافآت تقدر تتناسى من خلالها المشاكل دي، مشاهد معموله بحرفيه عاليه علشان تستدعي جزء من التوتر والاثاره المفقوده بعيدا عن اي حاجه. تسلسل الغواصه ده حقيقي من اجمل ما شفته عموما، مبهر بكل المقاييس. وطبعا عمنا توم كروز بيبدع في اللي بيعرف يعمله باقدامه المعتاد على تقديم المشاهد الخطر بنفسه بشكل بيظهر حقيقي جدا، وده لوحده بيزود جدا من اثارتها. كعادته يعني جنونه وتفانيه واخلاصه للي بيعمله بيخليه يحرج اي حد في العالم ممكن يطلق عليه كلمه ممثل عموما، سواء المشهد ده او تسلسل النهايه. حقيقي قدم اداء مبهر جدا وفكرني انا ليه بحب السلسله دي. بالاضافه بقى لعامل النوستالجيا اللي ركز الفيلم بشكل عام على بروزته، عشان كده في مقدمه الفيديو وصفت الفيلم بانه شويه رخيص لانه اعتمد في اوقات كتير في اخفاء عيوبه بالتذكير المستمر بدنو نهايه السلسله وانه احنا بنودع العالم ده. ده شيء رخيص لكنه بصراحه كان مؤثر شويه معايا، واعتقد هيبقى مؤثر مع اي حد بيحب السلسله عموما. في النهايه فيلم محبط من اقل افلام السلسله في العموم، وفي الترتيب اكيد ده هيبقى بعد الجزء الثاني. وعلى فكره انا مشاكلي مع الجزء الثاني مشابهه جدا لمشاكلي مع الفيلم ده من ناحيه الاستعراض الزايد وبروزه جوانب ملهاش لازمه. ميشن امبوسيبل فاينل ريكونينج كمان وقع في فخ الاستعراض الزايد ده بمحاوله التشبه بطابع افلام السلسله لحد ما هو نفسه فقد هويته، لكن تفضل نقطه تفوقه على الجزء الثاني هو انه ما كانش ممل، لكن ده ما ينفيش عن انه ختاميه محزنه جدا لسلسله عظيمه. وتقييمي للفيلم هو 6 من 10. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا. شاركوني بترتيب افلام السلسله بالنسبه لكم، وهل في حد زي شايف ان ميشن امبوسيبل روك نيشن افضل فيلم فيها ولا انا لوحدي بس اللي شايف كده؟ انا محمود، سلام.